بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين، متابعين قناة بحرين ميكس. اليوم الدرس طبعا راح يكون عبارة عن كيفية حل مشكلة عدم نزول الماء في غسالات السامسونج. يعني أنا عندي غسالة سامسونج واشتكيت من هذه المشكلة، وعرفت أحل المشكلة عن طريق فيديو، وحاب أصوره لكم لعل وعسى واحد يصيده مثل هاي المشكلة ويقدر يحلها ويستفيد من هذا الفيديو. وطبعا مشكلة عدم نزول الماء حق الغسيل في الغسالة إلى 3 مشاكل. المشكلة الأولى راح تكون يا أما ما عندك ماي، ما في ماي، يعني ما في ماي يوصل إلى الغسالة عن طريق البيب، أو مشكلة في الكهرباء، ما توصل كهرباء إلى الكويلات هذيلين، أو أحد الكويلات محترق، وهو اللي يحترق دائما هذا اللي بالجهة اليمنى، اللي يصير على إيدك اليمنى. وما عليكم من صوت ولدي، هذا ما يطلع لي إلا وقت التصوير. على العموم الحل شلون؟ شوفوا، هذا طبعا فتحة سهل، ما يحتاج بس تفتح هي مال الماي اللي هو البيب، ومجرد انك ترفع هذا. شوفوا شلون يرتفع، سهل. اول تفك ديلين تشيلهم، طبعا اول تعزل الكهرباء وتشيل ديلين، وبس ترفع هاي على فوق وتسحبه، راح يطلع من داخل الغسالة. زين، شلون هي الطريقة؟ الطريقة انك تبدل هذا الكويل اللي يصير على ايدك اليمين. طبعا هذا ينشال بواسطة هذا المفك، الجودة هالشكل، وتسحبه بشوي بقوة، راح ينشال هذا الكويل. تشيل هذا، وهو هذا المحترق 90%، 95% اللي على الجهة اليمنى هو اللي يحترق الكويل وما يخليه، لأنها متصل بالكهرباء، وهو اللي يعطي إشارة على أساس ينزل الماء. إذا هذا احترق الماء يبند. فتشيل هذا بواسطة المفك هذا وتخليه مكان هذا، وهذا تشيله وتخليه هني، تركبه وترد ترجع هذيلين الوارات مثل ما كانوا، وتجرب الماي، وراح ينزل الماي 90% راح ينزل، لأن هذا على طول هو اللي يحترق. انزين، خلينا نفترض ان بدلت هذا وهذا مكان هذا وما اشتغل الماي. تقوم تبدل مال هذا الماي الحار، تشيله من هني، تعزله وتشيله وتحطه مكان الماي البارد هني، مكان هذا الكويل حق الماي البارد ما يشتغل، و90% راح يشتغل. لأنه يعني خلنا نقول 95% من مشاكل السامسونج مثل ما أنا بحثت عدم نزول الماء مشكلته هذا الكويل يحترق، أو إن ما عندك ماء في الخزان، أو الكهرباء عندك مشكلة في التوصيلة الكهربائية. أتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الدرس، واللي تنحل عنده المشكلة يكتب لنا في التعليقات. وشكرا لمتابعتكم، مع ألف ألف سلامة.